يملك المغرب العديد من المواهب المنتشرة في مختلف الدول الأوروبية، والتي شرع الاتحاد المحلي لكرة القدم في الاستفادة من مؤهلاتها بعد السياسة الناجحة التي خطط لها فوز قجع. وتعاقد القجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم مع العديد من الكشافة عن المواهب المنتشرين في العديد من البلدان، ويعملون دائما على مراقبة لاعبين متألقين من أصحاب الجنسية المزدوجة ومحاولة إقناعهم باختيار اللاعب مع منتخب بلدهم الأصلي بدل بلد الإقامة. وأكدت المصادر أن هناك اهتماما بالظهير الأيسر لنادي ريال مدريد تحت 18 سنة اللاعب يوسف الخديم المعروف في إسبانيا باسم يوسي. ومنذ أشهر طويلة يراقب كشاف الاتحاد المغربي لكرة القدم في إسبانيا مستوى اللاعب يوسف الخديم صاحب 17 سنة مع نادي ريال مدريد في انتظار اقتناعه بشكل نهائي باللعب مع المنتخب المغربي، مثل ما سبق أن فعل مع اللاعب الحالي لنادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، حيث جلبها الكشاف المغربي ربيع تكسا للعب مع المغرب في أثناء فترته مع الملكي. وفي ظل النقص الذي تعاني منه مختلف فئات المنتخب المغربي في مركز الظهير الأيسر، سيتواصل اهتمام الاتحاد المغربي باللاعب يوسف، حيث سيعمل على ملفه بشكل مركز كي يختار اللاعب لبلده الأصلي بدل إسبانيا التي ولد ونشأ فيها، بعدما لعب في صون نادي خطافي قبل أن ينتقل لإكمال التكوين في صون نادي ريال مدريد. وكانت والدة اللاعب قد نشرت مؤخرا فيديوهات على حسابها الرسمي بالانستغرام وهي تشاهد مباراة المنتخب الوطني المغربي التي كانت بإسبانيا.